السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قدر الشهد ألا يطرح إلا شهدا، وقدر بالعروش أن يعانق بنا عنان السماء، وقدر الأشبال أن يسطر ملحمة جميلة خطت فصولها بمداد من ذهب ستوثقه سجلات التاريخ وترويه أجيال لأجيال. بداية الحكاية واستهلت بمحاولة أولى حملت بصمة الأيقونة بالمختار. اللاعب ذاته حاول لكن لم يلحق بالكرة. هنا الجماهير بمختلف أعمارها تتفاعل مع إبداعات الأشبال، وحتى الركراكي وبن محمود حضرا للمؤازرة. بالعروش أسد الدورة أجهض أول محاولة لنصور مالي بعد تسديدة طنكارا. اندفاعهم كاد يترجم إلى هدف لولا التكنولوجيا التي أنصفت أشبال باها. بعدها خلع نجوم المنتخب جلباب الفراغ، وهنا تسديدة زياد باها كادت تدرك المراد بعد تمريرة على المقاس من المبدع عبد الله وزان. نصف أول هكذا أرخى سدوله ليظل وفيا لبدايتها. المشهد الثاني استهله الماليون بقوة، محاولة أولى وبالعروش يفرملها، وثانية تجد المصير ذاتها. زائر الأشبال لم يكن ليتأخر، وهنا موهوب محاولته كادت تشعل الأفراح. تلتها محاولة أخرى للوهابي والحال ظل على حالها حتى صافرة الحكم معلنة نهاية مشوار 90 دقيقة ليحتكم المنتخبان إلى الركلات الترجيحية. وكالعادة بالعروش كان نجما فوق العادة كما في عرس نصف النهاية ليهدي المغرب لقبا من ذهب وتشتغل الأفراح وتعزف سمفونية النصر ليشرع أهل الحل والعقد في توزيع الميداليات وكأس القارة السمراء في حفل بهيج يليق بمكانة المغرب كرائد بامتياز في مثل هكذا تظاهرات. بالنسبه لنا كاس افريقيا اول مره في تاريخ المغرب في ايديسات. الشكر كيرجع للكوتش المنتخب سي فوزي القجاع، وكنشكر الجمهور اللي حضر لنا هنايا شجعنا وحنا جبناها. الحمد لله حنا ملي دخلنا لهاد لا كومبيتيسيون دخلنا بوغ اكريغ ليستوار والله ما خيبناش، وكما تفرجت كلشي في الماتش اليوم كاع ما كان ساهل بحال كاع لي فينال، والدراري كلشي تقاتلنا، كلشي كان رجال، والحمد لله حنا فرحانين بزاف. وماذا بعد؟ كسب المغرب اللقب عن جدارة واستحقاق، وكسر أشباله سنوات عجاف على مستوى الفئات السنية منذ آخر لقب للشباب بقيادة طيب الذكر رشيد الطوسي. واليوم بهذه الملحمة على الأجيال المقبلة أن تتذكر بعز وافتخار بالعروش وزياد باها وعبد الله وزان وابو المختار وآخرين حصدوا اليابس والأخضر وأرسلوا إشارات غير مشفرة عن ميلاد جديد الأكيد سنراه كوكبا مضيئا في سماء الاستحقاقات المقبلة.